والصلاة والسلام على رسول الله. انا ام اسلام معاكم من مطبخ ام سمسم. النهارده هنعمل الكيكه القمر دي. بصوا الجمال والحلاوه يا جماعه. هنعملها مقاديرها بسيطه قوي، موجوده في كل بيت، ببيضتين بس، وهتطلع تحفه وخطيره زي ما انتم شايفين كده. دي كيكه اللبن، حاجه جميله. بص شكلها قمر ازاي، وحاجه جميله جميله قوي. هتشرفك قوي لو عندك ضيوف، لو مثلا حابين تفطروا بحاجه خفيفه مع كوبايه لبن مع كوبايه شاي، حاجه قمر كده. بصوا شكلها عامل ازاي، هشه قوي ومرتفعه جدا وناجحه، يعني مفيش كلام. كيكه قمر قمر قمر. تعالي بصي نوريك الجمال. بصي قد ايه هي جميله قوي وشكلها تحفه. وبصي جمال، يعني بصي يا جماعه حاجه مفيش كلام بعد كده. تعالوا بقى نوريك عملت الجمال ده، الجميله دي ازاي، وهقول لك على كل المقادير. وخليكي معايا بقى كده عشان نشوف الجمال ده عملناه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس. هنخش على طول على المقادير. معانا طبعا في المقادير بتاعتنا بيضتين مش اكتر من كده، كوبايتين من الدقيق، ومعايا معلقتين من النشا، ومعايا كوبايه سكر، معايا طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كوبايه لبن، ومعايا طبعا كوبايه الا ربع من الزيت، وكل الكلام ده. ومعايا بيكنج باودر طبعا زي ما انتم شايفين، ومعايا فانيليا. اول حاجه هحط البيضتين وهنزل عليهم بكوبايه اللبن. الكوبايه بتاعتي المعياريه عاديه جدا اللي موجوده في اي بيت، تمام كده. يبقى هنحط كوبايه اللبن ونحط البيضتين وكوبايه السكر وطبعا الزيت، كل السوائل عامه هنلمها كلها مع بعض في الخلاط. وهنحط معاها حبه ملح، ودي طبعا يا حبايب قلبي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا الفانيليا انا كنت ناسياها، هتحطي فانيليا. هناخد الكلام ده كله بقى ونضربه في الخلاط زي ما انتم شايفين. يعني اضربيه لحد ما تلاقي السكر داب خالص، هتلاقيه عمل فوم معاكي عالي كده وابيض، تمام. ده شكلها طبعا. هتضربي في الخلاط زي ما انت شايفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس زي ما انتم شايفين كده. بقى هضربها بقى ضربا مبرحا زي ما انتم شايفين. لازم تعمل معاكي فوم عالي زي ما انت شايفه كده. هجيب طبعا البوله بتاعتي مجهزه بقى كوبايتين من الدقيق، والكوبايتين دول انا نخلاهم عشان يعني ايه، لازم تدخلي هوا جوه الدقيق. هجيب طبعا البوله بتاعتي، هفضي الخليط ده مع بعض، وهتشوفي شكله قد ايه. وشكله تحسي انه عمل فوم معاكي عالي ولونه ابيض. بصي لونه فتح ازاي، ما حطيتش اكتر من بيضتين زي ما قلت لك. طبعا هنا طبعا هروح بقى نازله بالدقيق بتاعي، والدقيق بتاعي زي ما قلت لك كوبايتين من الدقيق وانا نخلاهم، ومعاهم معلقتين كبار من النشا، تمام. وحابه اقول لك على حاجه، لو عندك شيف هيبقى احسن، وبيكون بودر ما تستخدميش الا ان كان تاج الملوك، لكن في انواع تانية في السوق ملهاش اي لازمه. هقلب طبعا الكلام ده كله مع بعض، واخر حاجه هضيفها طبعا البيكنج باودر بتاعي. وزي ما بقول لك كيك شيف يا اما بيكنج باودر تاج الملوك، ما ينفعش تستخدمي انواع تانية، تمام. هضرب بقى هنا، ده شكل الخليط زي ما انت شايفه كده، ده شكل الخليط بتاعي. هنا بقى هنزل بالبيكنج باودر بتاعي، وده اخر حاجه انا هضيفها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى يا قمر، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنزل طبعا بمعلقتين من الخل، والخل هنا بصي عمل فوران ازاي مع البيكنج باودر. الخل هنا محسن طبيعي وبيضيع زفاره البيض اللي احنا حاطينها. هقلب بقى طبعا زي ما انت شايفه كده. وهنا بقى طبعا هروح ناقصه بقى معلقتين ثلاثه كده في كوبايه او في طبق، في اي حاجه عندك، تمام. هقول لك هنعمل ايه بالمعلقتين دول. هجيب بقى كوبايه معايا وهنقص حوالي معلقتين ثلاثه زي ما انتم شايفين كده. هنا طبعا هضيف عليهم حوالي معلقه او معلقتين من الكاكاو. ده بقى الشكل اللي احنا عملناه على الوش زي ما وريتك، تمام كده. هحوشهم بقى كده زي ما انتم شايفين، وهحط معلقتين من الكاكاو، وهضيف معاهم بس معلقتين من اللبن نعادل ال عشان نعادل يعني. انت هتلاحظي ان الكيكه بتاعتك بقت تقيله شويه، الحبه اللي خدتيهم في الطبق في الكوبايه، فانت هتحطي معلقتين من اللبن عشان يظبطوا معاكي. هنا طبعا هقلبهم وهضيف معلقتين من اللبن، وبعدين هقلب الكلام ده كله مع بعض. وده اللي احنا هنحطه على الوش زي ما انتم عارفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس زي ما انتم شايفين. حطيت معلقتين اللبن، هقلب الكلام ده كله كده مع بعضيه. وهجيب بقى الكيس بتاعي هنا، انا قلبته ده قوامه زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى هجيب كيس وهفضي الكلام ده في كيس. وهنا هفضي الكيكه بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض، وده شكلها وده قوامها زي ما انت شايفه. هي خدت كوبايه اللبن بالظبط، ما ضفتش لا اكتر ولا اقل. لو انت هتلاحظي هتقولي ايه ده الكميه قليله، لا، هي الكميه دي بتملى الصينيه، والصينيه دي الوسطانيه في الطقم. يعني الطقم بتاعك بيبقى 3، انت هتحطي في الصينيه اللي في الوسط، الصينيه الوسطانيه، تمام كده. هظبطها بقى كده وهدبها عشان لو فيها هواء ولا حاجه. وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه بقى الشكل الجميل اللي عملناه على الوش مع بعض ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هفضيه في كيس بقى، وهقطع الكيس قطعه صغيره خالص من الجنب عشان نعمل الشكل ده بقى اختياري، اعملي اللي انت عايزاه. هو بيديها شكل جميل كده، وبتبقى اصلا شكلها حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هقص بقى الكيس بتاعي وهعمل بقى خطوط كده زي ما انت شايفه، عشوائيه كده زي ما انت عايزه اعمليها بقى. زي ما انت عايزه، حابه تعمليها دواير نقطي نقط بسيطه، حاولي حابه تعمليها خطوط كده، يعني الشكل اللي تحبيه تعمليه على الوش اعمليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو اول مره تشوفيني بقى او حابه تشتركي في قناتي وتشجعيني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد،
تمام زي ما انتم شايفين كده بقى. انا هخطط الخطوط دي كده زي ما انتم شايفين، بتديها شكل حلو قوي، وبرده بتبقى مميزه قوي لما بتيجي تقدميها قدام حد، بتبان كانها مش كيك خالص، كانها تورته، شكلها حلو قوي ومميز. هنزل بقى بالخطوط كده. في الوقت ده انا كنت ولعت الفرن بتاعي عشان ادخل الكيكه بتاعتي حوالي 5 دقائق. يعني ما تسخنيش الفرن قوي، سيبيه حوالي 5 دقائق بس قبل ما تدخلي الكيك فيه. هنا طبعا زي ما انتم شايفين هفضي بقى كل الكميه كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وده شكلها النهائي. انا مولعه الفرن زي ما قلت لك، على طول هدخلها الفرن، وهقول لك بعد كده بعد ما تخرج من الفرن هنعمل ايه مع بعض. صلوا على النبي حبايب قلبي، صلوا على النبي في قلبكم كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هخلص بقى كل الكلام ده كله. هنا بقى طبعا هدخلها الفرن، وتعالوا بقى نشوفها بعد ما خرجت من الفرن شكلها ازاي، قد ايه جميل. طبعا هنا دخلتها الفرن، هنحطها على الشبكه على نار يعني متوسطه مش عاليه. وطبعا هنا شكلها هنا ما شاء الله خدت في الفرن حوالي يا جماعه والله ما خدتش حوالي اكتر من نص ساعه، نص ساعه وخمسه. بصوا قد ايه مرتفعه وجميله، بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا قد ايه جميله. انت لو شفتيها وهي عجينه ما تقوليش انها هتملى الصينيه كده، لكن بصوا شكلها جميل ازاي. هنا بقى هسيبها تبرد. بعد ما خرجتها من الفرن هسيبها تبرد يعني تبقى دافيه بس. وباي خله عندك بقى وتروحي من مخرماها كده، عشان انا حابه اسقيها لبن، واللبن بيفرق فيها تمام، بيخليها حلوه قوي. لو انت حابه تاكليها كده مفيش اي مشكله تمام كده، بس انا حابه ان انا اخرمها كده عشان اسقيها لبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقدري تحطي كوبايه، تقدري تحطي كوبايتين من اللبن مفيش اي مشكله. هنا انا هحط كوبايه واحده، وبعدين هدخلها التلاجة حوالي نص ساعة عشان تبرد، وبعدين كليها بقى. أحلى كيكة عندك هتعمليها جميلة جدا جدا، مكونات حلوة وموجودة في كل بيت، مش مكلفة خالص، وشكلها حلو قوي. ولو عندك ضيوف هتفرق بصراحة، وهتعجب الضيوف قوي. بصوا جميلة ازاي، هتلاقيها شربت اللبن بتاعك على طول. الكيكة هنا عندي كانت دافية واللبن بارد بحرارة الغرفة عادي خالص، عشان كده هتحطيه تلاقيه شربته خالص زي ما انتم شايفين كده. الكيكة كانت جميلة قوي وكانت هشة، ومن أحلى الكيكات اللي هتعمليها وهتنجح معاكي من أول مرة، استحاله هتفشل معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هدخلها التلاجة بقى وهسيبها حوالي نص ساعه، وتعالوا بقى نجيبها بعد ما تخرج. هنا هي خرجت بعد هي كانت لسه والله دافيه، بس انا بقى كنت مستعجله عشان التصوير. بس انت سيبيها ساعه كامله في التلاجة هتشرب اللبن بتاعها وهتلاقيها جميله قوي. هنا طبعا هقطعها زي ما انتم شايفين، وهوريكم قد ايه شكلها جميل وقد ايه هي هشه قوي وحلوه قوي، وبصراحه حاجه جميله جميله، وطعمها كان مميز قوي. بصوا شكلها تحفه ازاي. بصوا يا جماعه قد ايه هي مرتفعه وجميله وهشه قوي قوي قوي. بصوا الجمال، بصوا جميله ازاي، وقلبها ابيض، وحاجه جميله جميله جميله. صلوا على النبي حبايب قلبي بقى. وفي النهايه كده لو اول مره تشوفيني يا ريت تشجعيني وتشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده شكل الكيكه بتاعتنا، مقاديرها كانت بسيطه قوي. ويلا بقى لو حابه تشجعيني شجعيني بلايك وكومنت حلو كده من قلبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.